السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقاء؟ عساكم بخير إن شاء الله. أهلا بيكم في قناة ميت شوت، معكم حمزة ناصر. تخيل معايا كده أنت واقف في الاستقبال، مريض داخل قدامك هادي جدا، مفيش أي صراخ، مفيش أي توتر، لكن في حاجة غريبة. تبص في عينه تلاقيه مش هنا أصلا، كأنه موجود بجسمه لكن عقله في مكان تاني. تقول له اسمك إيه؟ يسكت، وبعدين يقول لك مش فاكر. هنا السؤال اللي بيخوف أي حد، هل ده فقدان ذاكرة بسيط ولا العقل نفسه بيهرب من الواقع؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اغرب واعمق اليات الدفاع في الانسان، الدوسوسيشن، الانفصال النفسي، واللي ممكن يوصل لحالات معقده جدا زي فقدان الذاكره او تعدد الشخصيات او حتى احساس انك مش انت. خلينا ندخل جوه عقل المريض ده ونفهم هو ليه بيهرب من الواقع بالشكل ده. تعال نرجع لورا شويه، لزمن كان فيه الطب النفسي لسه بيحاول يفهم العقل الانساني. في اواخر القرن ال19 كان في طبيب فرنسي اسمه بيري جونيه، كان بيشتغل مع مرضى عندهم اعراض غريبه جدا، ناس بتفقد الذاكره فجاه، ناس بتتغير شخصيتهم كانهم اشخاص تانيين تماما، وناس تقول جمل زي مثلا انا حاسس اني مش انا. وقتها الطب كله كان بيقول ده تمثيل او جنون او ضعف شخصيه، لكن جانيه لاحظ حاجه مختلفه تماما. لاحظ ان الاعراض دي بتظهر بعد صدمات شديده جدا زي حوادث او اعتداءات او حروب او خوف غير محتمل. فبدا يقول فكره جديده وقتها كانت صدمه، العقل ده مش بيضيع، العقل بيقسم نفسه علشان ينجو. يعني بدل ما الشخص ينهار بالكامل، المخ بيعمل فصل بين الاحساس والواقع او بين الذكريات والشخصيه. ومن هنا بدا يظهر مفهوم اسمه الدوسوسيشن، الانفصال النفسي. وبعده بسنين طويله فرويد وغيره كملوا الفكره، لكن الاساس كله كان واحد، العقل لما يتعرض لصدمات اكبر من قدرته بيهرب من الالم بدل ما يواجهه. ومن هنا بدات القصه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، قصه عقل بيحاول ينجو حتى لو على حساب احساسه بنفسه. اول حاجه نفهمها يعني ايه الدوسوسيشن. ببساطه الدوسوسيشن او الانفصال هو impaired sense of self، اضطراب في الاحساس الطبيعي بالذات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشخص ممكن ينسى ماضيه، امنيجا، يحس انه مش نفسه، depersonalization، يحس ان الدنيا حواليه مش حقيقيه، derealization. المهم ان مش كل dissociation بيعتبر مرض. زي مثلا لو كنت بتتفرج على فيلم جامد جدا وحد بينادي عليك وانت مش سامع، ده حاجه طبيعيه جدا، non pathological dissociation. لكن لما الموضوع يوصل لفقدان هويه identity disturbance، وفقدان ذاكره memory loss، واضطراب في الوعي consciousness disturbance، هنا بقى بندخل في الديسوسياتيف disorder، اضطرابات الانفصال. باختصار شديد الديسوسياتيف disorder عباره عن disturbance، اضطراب في الوظائف الطبيعيه اللي المفروض تكون متكامله، زي مثلا الكونشوسنس الوعي، الميموري الذاكره، الايدنتيتي الهويه، البرسبشنز ادراك البيئه. وبيحصل فجاه sudden honest او بشكل تدريجي gradual honest، ممكن يكون مؤقت او مزمن، يعني بيكون كرونيك. طيب ليه الجسم بيعمل كده؟ ده بيكون زي ديفنس ميكانيزم، آلية دفاعية، بيحصل غالبا بشكل لا إرادي involuntary، وبيبقى غالبا مرضي pathological. طب تخيل معايا كده طفل اتعرض لاعتداء شديد severe abuse، أو حد عاش حرب، العقل هنا بيعمل إيه؟ بيهرب أو يفصل نفسه عن الواقع علشان يتحمل الصدمة دي، وده اللي بنسميه psychological trauma، صدمة نفسية. في أغلب الحالات دي بيكون سببها تروما، صدمة نفسية، سواء في الطفولة childhood trauma أو في الكبر. وعلشان كده الناس اللي عندهم البي تي اس دي، البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، ممكن يتطوروا لدي اي دي، وده نوع هنشرحه دلوقتي. طيب ايه الاسباب اللي بتسبب المرض ده؟ ليه العقل بيوصل للحاله دي؟ اول سبب معانا هو البيولوجيكال فاكتورز، عوامل بيولوجيه، في دور للجينات الجينيتكس، لكن خلينا نكون واضحين هي مش العامل الاساسي. اللي بيحصل ان بعض الناس عندهم قابليه اعلى للاستجابه للضغط ستريس رياكتيفيتي، لكن المرض نفسه غالبا بيظهر لما يحصل ضغط بيئي شديد severe environmental stress. تاني عامل معانا هو النيورو بيولوجيكال فاكتورز، العوامل العصبيه. هنا بندخل على اخطر جزء من القصه، الليمبيك سيستم، وده بيعتبر مركز المشاعر والذكريات في المخ، هو المسؤول عن الايموشنز، المشاعر، والميموري الذاكره، والفير ريسبونس، الخوف والاستجابه للخطر. فتخيل معايا المشهد ده، ان شخص بيتعرض لصدمه عنيفه جدا، فالمخ في اللحظه دي بيحاول يعمل حاجتين في نفس الوقت، بيحاول يحافظ على الحياه ويحمي النفس من كميه الالم النفسي الرهيبه دي. وهنا يبدا الليمبيك سيستم يشتغل باقصى طاقه ليه. فاول لاعب معانا هو الهيبوكامبس، وده مسؤول عن تنظيم الذكريات، وظيفته انه يحول اي حدث بيحصل معاك لقصه كامله، امتى حصل وفين حصل مع مين وايه اللي حصل بالترتيب. لكن اثناء الصدمه الشديده الهيبوكامبس بيعجز عن تنظيم الحدث بصوره طبيعيه، فتفضل اجزاء الذكرى متخزنه بشكل مفكك وكانها صور او اصوات او احساس بالخوف بدل ما تكون ذكرى مترتبه. تاني لاعب معانا هو الاميجدالا، اللوزه الدماغيه، ودي تعتبر جهاز الانذار في المخ،
المخ اول ما تحس ان في خطر تبدا تطلق استجابه الخوف، فتعمل increased heart rate زياده ضربات القلب، وheightened arousal او anxiety توتر، وfight or flight response الهروب او القتال، وsurvival response استعداد كامل للبقاء على قيد الحياه. في الصدمات العنيفه الاميجدالا بتكون شغاله باقصى قوه ليها. اللاعب الثالث معانا هو الاوربيتو فرونتال كورتكس القشره الجبهيه، وده جزء من الفص الجبهي مسؤول عن الايموشن ريجوليشن تنظيم المشاعر، والامبالس كنترول التحكم في الانفعالات، والموديوليشن اوف اكسسيف ايموشنال ريسبونس تهدئه الاستجابه العاطفيه لما تكون مبالغ فيها. ولما المخ يحس ان كميه الالم النفسي اكبر من قدره الشخص على التحمل، الاوربيتو فرونتال كورتكس بيزود نشاطه بشكل دفاعي، فيعمل ايه؟ يبعت اشارات تهدئه للليمبيك سيستم فيقلل نشاط الاميجدالا اللي هي مركز الخوف، والانسولا المسؤول عن الاحساس بالجسم والمشاعر الداخليه. وفي نفس الوقت بيحصل اضطراب في التواصل بين الهيبوكامبس وباقي دوائر الذاكره، فتبقى الذكرى غير مترابطه او منفصله عن الاحساس الطبيعي. فالنتيجه معانا ان المخ بيعمل بارشال شات داون او اغلاق دفاعي جزئي. مش معناه ان المخ وقف، لكن معناه انه قرر يقلل الاحساس بالالم النفسي علشان يحمي صاحبه، فيبدا يحصل emotional suppression كتم في المشاعر، detachment from the experience انفصال عن الحدث، او احساس ان الشخص مش حاسس بنفسه او كانه بيتفرج على نفسه من بره depersonalization، او يحس ان العالم اللي حواليه مش حقيقي derealization، وكأن المخ بيقول اللي بيحصل ده اكبر من قدرتك على التحمل، فانا هفصل الاحساس عن الذكرى مؤقتا علشان اقدر احافظ عليك. ودي واحده من اهم النظريات العصبيه لتفسير الديسوسيشن. الفكره الاساسيه مش ان المخ بيعطل نفسه، لكن انه بيغير طريقه معالجه المشاعر والذكريات لحمايه الشخص من الانهيار النفسي اثناء الصدمه. وده يفسر ليه مريض الدي اي دي اللي هنتكلم عليه دلوقتي او اي اضطراب انفصالي ممكن يقول انا حاسس اني مش انا، او كاني بتفرج على نفسي، او ان المكان حواليا مش حقيقي، او زي مثلا انا فاكر اللي حصل لكن مش حاسس انه حصل لي انا. تالت عامل معانا هو السايكولوجيكال فاكتورز عوامل نفسية. هنا أهم نظرية لازم تحفظها structural dissociation الانفصال البنيوي للشخصية. ببساطة شديدة الشخصية عندنا بتنقسم لجزئين، جزء طبيعي النورمال بارت ده بيقوم بالأنشطة اليومية كلها activity of daily living وبيحافظ على علاقاته وتعاملاته الاجتماعية social functioning. الجزء الثاني هو الايموشنال بارت الجزء العاطفي المصدوم، شايل الصدمة عنده تروما ومليان خوف وألم intense fear and emotional pain. المشكلة إن الجزئين دول مش متكاملين not integrated وممكن ما يكونوش واعيين ببعض، وكل جزء من دول عنده مشاعر emotions وthoughts أفكار وbehavior سلوك وphysical sensation إحساس جسدي خاص بيه. وده بيفسر ليه في بعض الحالات زي الدي اي دي تلاقي شخصيات مختلفة تماما. رابع عامل معانا هو environmental factors العوامل البيئية. ده أهم تريجر حقيقي للمرض. أي تجربة تفوق قدرة الشخص على التحمل overwhelming experience زي مثلا accidents حوادث، أو war حروب، أو physical أو sexual abuse اعتداء جسدي أو جنسي، أو neglect إهمال، أو imprisonment سجن، خصوصا لو حصلت في الشايلد هود الطفولة، لأن المخ لسه بيتكون والصدمة بتأثر عليه بشكل أعمق. الخلاصة معانا لازم تطلع بالمعادلة دي، أي dissociative disorder غالبا بتكون بسبب severe trauma صدمة شديدة، وأي low coping capacity ضعف في التحمل النفسي بيعمل dissociation انفصال عن الواقع أو الذات. أو بشكل أبسط العقل بيهرب من الألم، لكن الهروب ده بيكسر الايدنتيتي الهوية والميموري الذاكرة والرياليتي بيرسبشن الإحساس بالواقع. هنبدأ ندخل على أخطر نوع وهو الدي اي دي Dissociative Identity Disorder، وهنتكلم بالتفصيل عن المالتيبل بيرسوناليتيز تعدد الشخصيات والتشخيص حسب الدي اس ام 5 كرايتيريا وليه الحالة دي أخطر حالة. فتخيل معايا المريض اللي كان واقف قدامك من شوية فجأة طريقته في الكلام اتغيرت وصوته اتغير، حتى تعبيرات وشه بقت مختلفة. تقول له انت كويس يرد عليك باسم تاني وصوت مختلف تماما. هنا انت مش قدام مريض عادي، انت قدام حالة ممكن تكون دي اي دي Dissociative Identity Disorder ومعناها اضطراب تعدد الشخصيات. فالمريض هنا بيكون عنده 2 or more distinct personalities 2 او اكتر من الشخصيات، كل شخصية ليها behavior سلوك وthoughts افكار وايموشنز مشاعر خاصة بيها، وكل واحدة بتسيطر في وقت مختلف. زي مثلا شخص واحد ممكن تلاقي عنده 3 شخصيات مختلفة، شخصية هادية جدا وشخصية عدوانية وشخصية طفلة صغيرة، وكل واحدة
واحدة بتظهر حسب السيتويشنز أو الموقف اللي قدامه. السبب الرئيسي غالبا بيكون childhood trauma، صدمة في الطفولة، زي مثلا physical abuse أو sexual abuse، اعتداء جسدي أو جنسي. فالعقل هنا بيعمل إيه؟ بيقسم الشخصية علشان يتحمل الألم. طيب إزاي بنشخص الحالة ديت حسب ال DSM-5 كرايتيريا؟ أول حاجة لازم يكون عنده identity disruption، اضطراب في الهوية، يعني وجود شخصيتين أو أكتر، في تغيير واضح في الكونشوسنس الوعي، والميموري الذاكرة، والبيهيفير السلوك، والبرسبشنز الإدراك. ممكن الناس تلاحظ ده أو المريض يحكيه بنفسه. تاني حاجة معانا يكون عنده memory gaps، فجوات في الذاكرة، فالمريض ينسى أحداث يومية everyday events amnesia، أو معلومات شخصية مهمة important personal أو autobiographical information، أو صدمات حصلت له traumatic events، وده مش نسيان عادي. تالت حاجة بيكون مؤثر على الحياة functional impairment، الحالة بتأثر على الاوكيوبيشنال الشغل والسوشيال العلاقات والحياة اليومية بتاعته. رابع حاجة معانا مش حاجة دينية أو ثقافية، لازم نتأكد إنه مش جزء من طقوس دينية طبيعية normative religious practices، ولا معتقدات مقبولة ثقافيا culturally accepted beliefs. خامس حاجة معانا والأخيرة مش بسبب مادة أو مرض، فلازم دايما نستبعد أي كحول الكحول انتوكسيكيشن، أو أي أدوية دراجز، أو أي أمراض زي السيزرز التشنجات. ملاحظات مهمة جدا، المرض ده غالبا بيكون كرونيك مزمن، والبروجنوزس بتاعته بتكون أسوأ نوع بين كل الاضطرابات اللي بعدها، غالبا بيجي مع الدبريشن وPTSD أو suicidal ideation أفكار انتحارية. That can't happen. I told them that I wanted to spend the session with you today. Dr. Fletcher, it's Barry. Extroverted leader. Yes, I am. No, I see. Now I see. That's clever. Please keep your area neat. The bathroom, it's unacceptable. Make it easy. I'll use a blue bottle for the floor and the pink bottle for the ceramic surfaces. I have your meal, sleepyhead. It's good. It's got paprika in it. I'm sorry. My name's Hedwig. I have red socks. He's on the move. One's coming for you. And you're not gonna like it. You guys make noises in your sleep. Tell us. With regard to Jahamana's defeat and Muhammad of Ghor's conquest between 1192 and 1200, I would liken it to Muhammad's brazen ultimatum. I hate my insulin shots. No one else has to take them. What do I have to do? Diabetes. All the doctors, Dr. Fletcher, say that we're the same person, just personality. Huh? How do you explain I'm the only one that needs these, you motherfucker? Kevin Wendell Crumb! You made a mess! Get out here! ازاي بنعمل تريتمنت او بنعالج الحاله دي؟ اول حاجه لازم نفهمها ان مفيش دواء بيعالج الDID اضطراب تعدد الشخصيات بنفسه، فالعلاج الاساسي معانا بيكون سايكوثيرابي علاج نفسي. والجولز من التريتمنت ده اهداف العلاج، اول حاجه نحمي المريض ensuring safety، نقلل نوبات الانفصال reducing dissociative episodes، مساعده الشخصيات على التواصل مع بعضها improving internal communication، ومعالجه الصدمات النفسيه القديمه processing traumatic memories، وتحسين القدره على ممارسه الحياه اليوميه improving functioning. وفي بعض الحالات الوصول الى دمج الشخصيات في هويه واحده اللي بنسميها identity integration، ودي نقطه مهمه جدا، مش كل مريض لازم يندمج في شخصيه واحده. في بعض المرضى الهدف بيكون ان الشخصيات تتعاون مع بعض وتعيش بصوره مستقره حتى لو ما حصلش دمج كامل. اشهر انواع العلاج النفسي السايكوثيرابي، وهو العلاج النفسي الموجه للصدمات التروما فوكسد سايكوثيرابي. فتخيل معايا ان شخص عنده جرح عميق جدا، لو فتحناه مره واحده هينزف، ولو سيبناه مقفول هيفضل ملتهب طول العمر، وده بالضبط اللي بيحصل مع الصدمات النفسيه. علشان كده المعالج مش بيجبر المريض يفتكر كل حاجه من اول جلسه، لكن بياخده خطوه خطوه لحد ما يقدر يواجه الذكريات الصادمه بدون ما يدخل في نوبه انفصال dissociation. فالهدف من العلاج ده معالجه الذكريات الصادمه processing traumatic memories، وتقليل تاثيرها على حياه المريض reducing trauma impact، وربط الذكريات بالمشاعر بشكل صحي بدل ما تكون منفصله integrating memories and emotions. تاني نوع من العلاج معانا هو DBT dialectical behavioral therapy،
العلاج السلوكي الجدلي. المشكلة عند مريض الدي اي دي انه ساعات مش بيعرف يتحكم في مشاعره، فأي ضغط بسيط ممكن يخليه يدخل في نوبة انفصال او يؤذي نفسه او يحاول يهرب من الواقع. هنا بيجي دور الدي بي تي، المعالج بيعلمه شوية مهارات يعيش بيها حياته اليومية، زي مثلا ازاي يهدي نفسه وقت التوتر، ازاي يتحمل الضغوط بدون ما ينهار، ازاي ينظم مشاعره بدل ما مشاعره هي اللي تتحكم فيه، وازاي يحسن علاقته بالناس. الهدف من العلاج ده ان المريض يكتسب ادوات عمليه تمنعه من الانهيار لو واجه موقف صعب. ثالث نوع من العلاج معانا هو السي بي تي، Cognitive Behavioral Therapy، العلاج السلوكي المعرفي. ساعات المشكله مش في الحدث لكن في الطريقه اللي المخ بيفسر بيها الحدث ده. فمثلا المريض ممكن يفضل مقتنع ان هو السبب في كل اللي حصل له، او يحس انه شخص سيء، او بيعتقد ان عمره ما هيخف. فالسي بي تي بيبدا يناقش الافكار ديت ويختبرها مع المريض ويستبدلها بافكار اكثر واقعيه وصحه، وده بيساعد في علاج الدبريشن، الاكتئاب والانكزايتي، القلق والاكسسيف جيلت، الشعور بالذنب، والنيجاتيف ثوت باترنز، الافكار السلبيه المستمره. رابع نوع معانا من العلاج هو الجراوندنج تكنيكس، تقنيات تثبيت المريض في الواقع. دي من اهم الحاجات لاي مريض بيعاني من الانفصال، لان اثناء النوبه المريض ممكن يحس انه مش موجود، او انه بيتفرج على نفسه من بره، او ان المكان حواليه مش حقيقي. فالمعالج ساعتها بيستخدم تقنيات ترجع المخ للحاضر، فممكن يخليه مثلا يلمس جسم صلب، يعد 5 حاجات شايفها، او يسمع 4 اصوات حواليه، او يشم ريحتين مختلفين، او يركز على تنفسه. كل ده بيبعت رساله للمخ انت هنا دلوقتي وفي مكان امن. الهدف من العلاج ده تقليل شده نوبه الانفصال، واعاده ربط المريض بنفسه والواقع المحيط، ومنع النوبه من الاستمرار او التفاقم. العلاج في الدي اي دي مش هدفه ان يمسح الشخصيات المختلفه، لكنه بيساعدها تتواصل مع بعضها ويعالج الصدمه اللي خلت العقل ينقسم في الاساس. وعند بعض المرضى مع العلاج الطويل ممكن الشخصيات تندمج تدريجيا في هويه واحده. طيب الفارماكوثيرابي او العلاج الدوائي في الحاله دي، الادويه مش بتعالج الدي اي دي نفسه، لكنها بتعالج الاعراض والامراض المصاحبه ليه. فمثلا ممكن نعطي المريض SSRI لو عنده اكتئاب، ديبريشن او انكزايتي، قلق. ممكن المريض لو عنده تروما ريليتد نايت ميرز، كوابيس مرتبطه بالصدمه، خصوصا لو في PTSD، بنديله براذوسين. ممكن نديله مود ستيبلايزرز، مثبتات مزاج، لو وجدت عند المريض ده تقلبات مزاجيه. وممكن نستخدم له اتيبيكال انتي سايكوتكس بجرعات صغيره لعلاج اعراض معينه زي مثلا القلق الشديد او اضطراب التفكير، ولكن مش لعلاج الدي اي دي نفسه. وممكن نستخدم نالتيريكسون، ممكن نستخدمه في بعض الحالات علشان نقلل السيلف هارم، ايذاء النفس، او بعض السلوكيات الاندفاعيه، لكن استخدامه مش علاجي للدي اي دي، ولسه الادله غير محدوده عليه. اهم رساله في العلاج مش هدفه الغاء الشخصيات، لكن هدفه ان الشخص يستعيد السيطره على حياته ويعالج الصدمه اللي كانت السبب في ظهور الاضطراب، سواء انتهى العلاج بدمج الشخصيات او بتعاونها معا بصوره مستقره. ودي من اهم مفاهيم الحديثه في علاج الدي اي دي، وناس كتير بتفهمها غلط. الخلاصه في مشهد واحد، تخيل معايا جسم واحد لكن في اكتر من شخص جواه، كل واحد بيحس لوحده وبيفكر لوحده وبيتحكم في وقت مختلف. ولو عايز تشوف الفكره متجسده بشكل درامي، انصحك بفيلم سبليت بطولة جيمس ماكافوي. الفيلم بيعرض شخص عنده اضطراب تعدد شخصيات الدي اي دي، وكل شخصيه ليها اسمها وسنها وطريقتها في الكلام وصوتها وتصرفاتها وحتى اسلوبها في التعامل مع الناس. ولما شخصيه معينه تمسك زمام الامور تيك كنترول، الشخصيات التانيه بتكون خارج الوعي اوت اوف اويرنس، وفي اوقات كتير ما تعرفش ايه اللي حصل اثناء سيطره الشخصيه اللي قبلها. وده بيقربك جدا من فكره فقدان الذاكره بين الشخصيات، انتر ايدنتيتي امنيجا. طبعا الفيلم اضاف عناصر خياليه ومبالغ فيها علشان الاثاره، خصوصا في النهايه، ودي لا تعكس الحقيقه الطبيه، لكن في تصوير اختلاف الشخصيات وطريقه انتقال السيطره بينهم واحساس كل شخصيه انها الشخص الحقيقي، فهو يعتبر من اشهر الاعمال اللي قربت فكره الدي اي دي للمشاهد. فلو بعد الحلقه دي حابب تشوف نموذج درامي يساعدك تتخيل الاضطراب، فملخص فيلم سبليت هيكون مفيد جدا. بس افتكر دايما ان الفيلم ده فيه جزء درامي وخيالي، مش توثيق طبي حرفي. او ممكن برضه تشوف ملخص لمسلسل دارش بطوله مصطفى شعبان، عرض برضه نفس الفكره بطريقه دراميه وكويسه جدا. كده خلصنا اول نوع هو الدي اي دي. Heather, Thomas, Harris, Joey, and Bo. For weeks now we've been talking. You've introduced me to a lot of different people, each with a different name. The question is, who am I speaking to now? That doesn't matter. What matters is I get out of this place. Intimidation. Next week you're up for evaluation. If it goes well, qualify for a supervised release program and eventually I'm so sorry, Doctor. I've done horrible things. No, deny everything. Confess. Why don't you do the bad thing? I'll take your head off. It's good you want to change. The only way you can get better is if You work for the government. Inside my head, you can read my thoughts. I'm being held here against my... You're here because the alternate selves inside your head have taken control. That's
I know who I am. Then tell me. John Jacob Jingleheimer Smith. That's my name too. Whenever we go out, the people always shout, Stop talking! Never amount to nothing. Never has, never voices, that's why they're here. Life is but D. You said D. Does your name start with a D? That's my name too. I want out of here! You can't teach an old dog new tricks. He's hear you. I have finally seen inside. في الجزء ده هنشوف حالة مختلفة خالص، مريض ناسي حياته مش فاكر هو مين. هنتكلم عن الديسوسياتيف امنيجا وانواع فقدان الذاكرة، وهنفهم كمان الفيوج ستيت، الهروب مع فقدان الهوية. فتخيل معايا ان تم استدعائك لقسم الطوارئ وفي واحد واقف هادي جدا، بس المشكلة انه مش عارف اسمه، مش فاكر هو مين ومش فاكر اي حاجة عن حياته، لكن الغريب انه بيعرف ياكل ويمشي ويتكلم عادي. هنا لازم تفكر في الديسوسياتيف امنيجا، فقدان ذاكرة انفصالي. طيب يعني ايه الديسوسياتيف امنيجا؟ هو فقدان القدرة على تذكر معلومات شخصية مهمة، خصوصا لو كانت تروماتيك صادمة او ستريسفول، وده مش نسيان طبيعي خالص. والنقطة المهمة هنا جدا ان الذاكرة الحركية البروسيجورال ميموري بتكون سليمة، يعني يعرف يسوق، يعرف يركب عجلة، يعرف يستخدم ادوات، وده بيفرقه عن الديمنشيا الخرف. ازاي بنشخص الحالة دي في الدي اس ام 5 كرايتيريا؟ اول حاجة لازم يكون عنده فقدان ذاكرة ديسوسياتيف امنيجا. مهم جدا ما يكونش فاكر معلومات شخصية autobiographical information غالبا بسبب تروما، ومش نسيان طبيعي خالص. تاني حاجة يكون عنده functional impairment تأثير على الحياة، فعنده occupational functioning impairment بيأثر على الشغل وبيأثر على السوشيال ريليشن شيبس العلاقات والاكتيفيتي ديلي ليفينج الحياة اليومية. وتالت حاجة ما يكونش بسبب مادة أو مرض not attributable to a medical condition or substances use. لازم نستبعد أي كحول أو drugs أدوية أو إصابة في المخ traumatic brain injury. رابع سبب مش مرض نفسي تاني not better explained by another mental disorder زي مثلا البي تي اس دي او الاكيوت ستريس ديس اوردر او الدي اي دي. طيب ايه انواع الديسوسياتيف امنيجا؟ اول نوع معانا هو لوكلايزد امنيجا، فقدان ذاكره موضعي. المريض هنا بيكون فاقد الذاكره لفتره زمنيه محدده specific time period زي مثلا حادث سياره موتور فيكل اكسيدنت. المريض مش فاكر الساعات اللي بعد الحادثه بوست اكسيدنت بيريود. تاني نوع معانا هو سيلكتيف امنيجا، فقدان ذاكره انتقائي. المريض هنا فاكر جزء من الحدث partial recall وناسي جزء تاني selective loss، زي مثلا جندي فاكر احداث الحرب كلها لكن مش فاكر الاحداث اللي كان فيها موت زميله. ثالث نوع معانا هو الجنرالايزد امنيجا، فقدان ذاكره شامل، وده اخطر نوع. هنا الكارثه بيكون نسيان كامل للحياه complete autobiographical amnesia، ناسي اسمه وشغله ومكان اقامته، وده بيكون نوع نادر جدا وغالبا بيظهر فجاه sudden honest. رابع نوع معانا هو الديسوسياتيف فيوج، الهروب الانفصالي. تخيل السيناريو ده، شخص ساب بيته فجاه، سافر مكان تاني وبدأ حياه جديده باسم جديد نيو ايدنتيتي، شغل جديد نيو اوكيوبيشن، ومش فاكر اي حاجه من حياته القديمه. طيب التعريف العلمي للديسوسياتيف فيوج هو حاله من فقدان الذاكره مع السفر غير المتوقع، امنيجا مع unexpected travel. وفي معانا معلومه مهمه جدا عن الدي اس ام 5 كرايتيريا للحاله دي، الفيوج مش تشخيص منفصل not a separate diagnosis، بقى جزء من الديسوسياتيف امنيجا. اخطر نقطه في الحاله دي ان بعد الفيوج ما تنتهي ممكن يحصل احتمالين، يا اما المريض يسترجع هويته الاصليه recovery of original identity لكن ينسى تماما كل اللي حصل اثناء فتره الهروب دي amnesia for a fugue period، او تستمر الهويه الجديده وساعتها ما يفتكرش اي حاجه عن حياته القديمه ويكمل حياته بالشخصيه الجديده وكانها هويته الحقيقيه. يعني العقل بيختار واحده من قصتين، اما يرجع للشخصيه القديمه وينسى رحله الهروب، او يكمل بالشخصيه الجديده وينسى حياته القديمه بالكامل، يعني كانه عايش شخصيتين في زمانين مختلفين لكن بدون وعي منه. في بقى شويه معانا ملاحظات مهمه جدا، نسبه حدوث الحاله دي بيكون من 6 ل 7% واكتر في الفيميل، ومرتبطه جدا بالتروما زي ما اتكلمنا. المريض لما يبدا يفتكر الصدمه ممكن يجيله ديبريشن اكتئاب او يحاول ينتحر suicidal attempt.
طيب ازاي بنعالج الحالة دي؟ التريتمنت اول واهم هدف نضمن امان المريض ensuring patient safety، خصوصا لو المريض تايه او بعيد عن بيته during الفيوج او عنده افكار انتحارية suicidal ideation او معرض لايذاء نفسه risk of self harm. العلاج الاساسي معانا هو السايكوثيرابي العلاج النفسي، وبيشمل زي ما اتكلمنا قبل كده السي بي تي cognitive behavioral therapy العلاج السلوكي المعرفي. ده بيساعد المريض على تغيير الافكار السلبيه المرتبطه بالصدمه وتقليل القلق والاكتئاب وتحسين طريقه التعامل مع الضغوط النفسيه. برضه بنعمله علاج داعم supportive psychotherapy، ده بيوفر للمريض بيئه امنه وداعمه تساعده على استعاده الذكريات تدريجيا والتعامل مع المشاعر المرتبطه بالصدمه بدون ضغط او اجبار. ثالث علاج معانا هو الكلينيكال هيبنوزز التنويم الايحائي، ممكن نستخدمه في بعض الحالات وعلى يد متخصصين للمساعده في استرجاع الذكريات الانفصاليه لو كان ده مناسب وامن، لكنه مش علاج روتيني لكل المرضى. وطبعا بنعمل فاميلي ثيرابي علاج اسري بيساعد الاسره على فهم الاضطراب وتقليل الضغوط على المريض وتوفير الدعم اللازم اثناء التعافي. ممكن برضه نعطي له فارماكوثيرابي علاج دوائي، وطبعا زي ما اتكلمنا مفيش دواء يعالج الديسوسياتيف امنيجا فقدان الذاكره الانفصالي او الفيوج نفسه، لكن ممكن نستخدم ادويه لعلاج الاعراض او الاضطرابات المصاحبه، زي مثلا لو كان المريض عنده ديبريشن او انكزايتي اكتئاب او قلق ممكن نعالجه باس اس ار اي. ممكن نديله سليب ميديكيشن ادويه نوم لو كان عنده سليب ديستربنس اضطرابات في النوم لفترات قصيره لو لازم الامر. ممكن نستخدم برضو ادويه تانية حسب الحاله لو كان المريض بيعاني من البي تي اس دي مع الحاله دي. وفي حالات كتير خاصه لو كان سبب فقدان الذاكره هو صدمه نفسيه مؤقته ممكن الذاكره ترجع تدريجيا مع العلاج النفسي بمجرد ما يشعر المخ ان الشخص اصبح في بيئه امنه وما عادش مضطر لاستخدام الانفصال كوسيله للدفاع عن نفسه. النوع الثالث بعنوان انا مش حقيقي والدنيا دي مش حقيقيه اللي بنسميها دي بيرسوناليزيشن والدي رياليزيشن. فتخيل معايا مريض قاعد قدامك واعي وبيتكلم طبيعي بس بيقول لك جمله غريبه جدا، انا حاسس اني مش انا، حاسس اني بتفرج على نفسي من بره، الدنيا حواليا شبه فيلم. هنا لازم تفكر على طول في الدي بيرسوناليزيشن والدي رياليزيشن ديس اوردر، اضطراب تبدد الشخصيه وتبدد الواقع. فاول نوع هو الدي بيرسوناليزيشن تبدد الشخصيه او الانفصال عن الذات. هنا المشكله في الاحساس بالذات السيلف اويرنس، فالمريض بيحس ان مش هو نفسه loss of self identity او كانه بيشاهد نفسه من خارج جسمه out of body experience. ممكن يقول I feel unreal انا مش حقيقي، او body ownership disturbance جسمي مش بتاعي، او انا بتفرج على نفسي كاني فيلم. تاني نوع هو الدي رياليزيشن تبدد الواقع او الانفصال عن البيئه. هنا المشكله في ادراك العالم الخارجي perception of environment، فالمريض بيحس ان العالم حواليه مش حقيقي unreal environment، كل حاجه كانها حلم dream like state، الناس والاشياء فقدت واقعيتها loss of reality sense. ممكن يقول الدنيا كانها فيلم like a movie، كل حاجه حواليا غريبه مش حقيقيه unreal surroundings، الاصوات او المشاهد مش طبيعيه altered sensory perception. في نقطه تفرقه مهمه جدا، رغم الاحساس الغريب ده فالرياليتي تيستنج ريمين انتاكت، اختبار الواقع بيكون عنده سليم، يعني المريض عارف ان اللي بيحصل ده مش حقيقي، مش زي مريض السايكوزيس الذهان اللي فيه فقدان الواقع. الخلاصه الدي بيرسوناليزيشن المشكله في انا السيلف، الدي رياليزيشن المشكله في العالم الورلد. الاثنين بيكون فيهم فيلينج اوف unreality احساس بالاغتراب لكن مع وعي ان ده احساس مش حقيقي. اهم نقطه تفرقه عن السايكوزيس ان المريض هنا عارف ان ده احساس غريب والرياليتي انتاكت الادراك بالواقع سليم، عكس السكيزوفرينيا اللي بيبقى فاكر ان الوهم حقيقي. طيب ازاي بنشخص الحاله دي في الدي اس ام 5 كرايتيريا؟ الدي بيرسوناليزيشن والدي رياليزيشن لازم اول حاجه يكون عنده وجود اعراض مستمره او متكرره persistent or recurrent symptoms، المريض بيحصل عنده نوبات متكرره او مستمره من الدي بيرسوناليزيشن او الدي رياليزيشن او الاثنين مع بعض، يعني الاحساس مش لحظي وخلاص، ده بيتكرر وبيستمر. تاني حاجه بيكون عنده الرياليتي تيستنج انتاكت سلامه اختبار الواقع، ودي اهم نقطه تفرقه عن السايكوزز. المريض عارف ان الاحساس اللي عنده ده غريب awareness of abnormalities، مدرك ان ده مش الواقع الحقيقي، يعني العقل واعي ان في مشكله. تالت حاجه بيكون في functional impairment تاثير على الحياه، الاعراض بتبدا تاثر بشكل واضح على الشغل الاوكيوبيشنال فانكشنينج العلاقات السوشيال ريليشن شيبس والحياه اليوميه activities of daily living، يعني مش مجرد احساس، ده بيأثر على الاداء الطبيعي. ورابع حاجه مش بسبب ماده او مرض not substance or medical induced، لازم نستبعد الاسباب العضويه او الكيميائيه زي مثلا مواد مخدره substances او drugs او امراض عصبيه زي التشنجات السيزرز ديس اوردر، يعني مش نتيجه حاجه في الجسم او تاثير دواء. رابع حاجه معانا عشان نشخص بيه الحاله دي بيكون مش مفسر باضطراب نفسي تاني not better explained by another mental disorder، لازم نتاكد انه مش نتيجه سكيزوفرينيا فصام او depressive disorder اكتئاب او بي تي اس دي اضطراب ما بعد الصدمه او other dissociative disorder او اي اضطراب انفصالي تاني. وبرده الحاله دي غالبا بتكون chronic course مزمنه لكن مش ثابته، بتبقى في فترات شديده exacerbation وفترات تحسن remission، يعني الاعراض بتروح وتيجي
بتيجي. الخلاصة التشخيص معانا بيعتمد على 5 حاجات أساسية: يكون في أعراض انفصال مستمرة، ووعي كامل بالمشكلة intact insight، تأثير وظيفي واضح functional impairment، استبعاد أسباب عضوية، واستبعاد اضطرابات نفسية تانية. طيب ازاي بنعالج الحالة دي؟ زي باقي الحالات العلاج الأساسي بيكون سايكوثيرابي العلاج النفسي، وبيشمل برضه السي بي تي كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي العلاج السلوكي المعرفي. ده بيساعد المريض على تصحيح الأفكار المخيفة عن أعراض الانفصال ويعلمه طرق التعامل معاها وتقليل القلق المرتبط بيها. تاني حاجة سبورتيف سايكوثيرابي العلاج الداعم، بيوفر بيئة آمنة للمريض ويطمنه إن الأعراض قابلة للتحسن ويعلمه استراتيجيات التكيف مع الضغوط. تالت علاج معانا هو السايكو دايناميك سايكوثيرابي العلاج النفسي الديناميكي، بيساعد على اكتشاف الصراعات النفسية والضغوط أو الصدمات اللي ممكن تكون السبب في ظهور أعراض الانفصال والعمل على معالجتها. العلاج الأخير معانا هو الجراوندنج تكنيكس تقنيات تثبيت المريض في الواقع، وده زي ما اتكلمنا بيساعد المريض أثناء النوبة على استعادة إحساسه بنفسه والواقع وتقليل شدة أعراض الديبرسوناليزيشن والديرياليزيشن. طيب إزاي بنعالجه بالأدوية؟ زي ما اتكلمنا في الحالة دي مفيش دواء معتمد أو ذو دليل قوي بيعالج الديبرسوناليزيشن والديرياليزيشن نفسه بشكل مباشر، لكن ممكن نستخدم أدوية لعلاج الأعراض أو الاضطرابات المصاحبة. زي مثلا لو عنده ديبريشن وانكزايتي بنديله SSRI، لو عنده سيفير انكزايتي ممكن نديله انكزوليتكس ادويه مضاده للقلق. ممكن نستخدمها لفتره صغيره علشان نمنع حدوث الدراج ديبندنس الاعتماد الدوائي. الهدف الحقيقي من العلاج هو تقليل نوبه الانفصال وتقليل الخوف منها ومساعده المريض على استعاده احساسه الطبيعي بنفسه والعالم المحيط. طيب ندخل بقى على اهم جزء معانا، ازاي نعمل كلينيكال اسسمنت او نقيم الحاله دي. الهدف نحدد هل ده ديسوسياتيف ديس اوردر ولا سبب تاني. فاول حاجه بنقيم الايدنتيتي والميموري الهويه والذاكره، بنشوف هل المريض عارف هو مين، هل فاكر معلوماته الشخصيه، هل في فقدان ذاكره امنيجا، نوع فقدان الذاكره ده كامل ولا جزئي، هل في احتمال انه اتخذ هويه جديده. تاني حاجه بنقيمها هو الكونشوسنس والبرسبشن تقييم الوعي والادراك، هل المريض حاسس انه مش حقيقي ديبرسوناليزيشن، هل شايف العالم غريب ديرياليزيشن، هل الادراك بالواقع سليم ولا لا، الرياليتي تيستينج انتاكت اور نوت. تالت حاجه بنقيمها هو الهيستوري التاريخ المرضي، هل في صدمه نفسيه تروما زي مثلا حوادث او اعتداء، هل في اصابه في المخ هيد انجري، هل في ابيليبسي صرع. رابع حاجه بنقيمها هو المود اسسمنت الحاله النفسيه، هل في عنده ديبريشن اكتئاب انكزايتي قلق او مود سوينجز تقلبات مزاجيه. خامس حاجه بنقيمها هو السبستانسز يوز استخدام مواد، هل بيستخدم كحول او دراجز مخدرات. مهم جدا تعرف ان بعض المواد زي المارجوانا ممكن تعمل ديبرسوناليزيشن. سادس حاجه بنقيمها التاثير على الحياه فانكشنال امباكت، هل قادر يشتغل، هل علاقاته متاثره، هل الاسره متاثره بيه ولا لا. سابع حاجه بنقيمه هي الاهم وهو السوسايدال ريسك خطر الانتحار، هل عنده احساس باليأس هوبلسنس، احساس بالعجز هيلبلسنس، هل في افكار انتحاريه سوسايديال ايديشن. الخلاصه الديسوسياتيف ديس اوردر العقل بيهرب من الصدمه لكن الهروب بيكسر الايدنتيتي الهويه والميموري الذاكره والرياليتي تيستينج الاحساس بالواقع. الانواع باختصار الدي اي دي بيكون فيه تعدد شخصيات، الامنيجا بيكون فقدان ذاكره، الفيوج هروب مع هويه جديده، الديبرسوناليزيشن مش حاسس بنفسه، الديرياليزيشن الدنيا مش حقيقيه. وفي النهايه يا اصدقائي الديسوسيشن مش مجرد اعراض غريبه بنشوفها في كتب الطب النفسي، دي في الحقيقه محاوله بقاء سرفايفل ميكانيزم من العقل البشري. العقل لما يتعرض لصدمه اقوى من احتماله مش بيكسر صاحبه لكن بيحاول يحميه بطريقه غريبه جدا، بيفصل الاحساس عن الواقع او يقسم الذاكره او حتى يغير الاحساس بالذات. علشان كده لازم نفتكر دايما المريض ده مش بيبالغ ومش بيتخيل ومش بيكذب، هو فعليا عايش صراع داخلي بين الالم والقدره على التحمل. ودورنا في المجال الطبي مش بس نفهم التشخيص لكن نفهم الانسان اللي وراه، لان احيانا اغرب الاعراض النفسيه بتكون اصدق صرخه الم في الانسان. يا رب تكونوا استفدتم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.